القضية ديال اليوم كتعلق بواحد القضية ديال الدعارة الراقية VIP. هاد القضية هادي اللي غادي نهضروا عليها اليوم هي كتعالج هاد القضية أكثر من أنها قضية من أجل السرد. فتابعوا معنا هاد القضية هادي باش نشوفوا هاد صحابات الفيلات اللي كيكريو هاد الفيلات وكيديروا داك الدور ديال الوساطة، واش أنهم ديما كيتملصوا من القانون أم أنهم غادي يتورطوا في هاد القضية هادي. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معكم كيف العادة الدرك المتقاعد عادل العماري، اللي كنرجعوا معكم من بعد واحد الفترة ديال الغياب اللي دامت واحد الأسبوع، باش اليوم غادي نتحدثوا على واحد القضية ديال الدعارة الراقية اللي كانت تسجلها المركز القضائي ديال 2 مارس. في الوقيته فاش كنت يعني كنزاول المهام ديالي في هذا المركز هذا. غندخلوا مباشرة في الموضوع. وهذه القضية كما قلت لكم في الأول يعني قضية مهمة بزاف، وكتعالج بزاف ديال المشاكل اللي كنصادفوها يعني في البلاد. واحد النهار عيطت علينا المحكمة ابتدائية باش نجيو ناخدو واحد الروتور. اشنا هو ما معنى الروتور؟ الروتور هو منين كيكون واحد المركز مثلا ديال الشرطة او ديال الدرك الملكي تيكون نجز واحد المسطرة وقدم هذوك الناس دوك المتورطين للمحكمة من بعد مسألة هذيك 48 ساعة ديال الاعتقال الاحتياطي، فالمحكمة هنايا عندها الصلاحية وعندها الحق أنها إذا لقات هذيك المسطرة مثلا باقي شي حوايج اللي ما داروش فيها، أو أنها بغات تعرف شي حوايج أخرين مثلا اللي كتعلق بالبحث، فإن المحكمة عندها الصلاحية باش أنها كترجع هذاك المحضر، كترجعو لإحدى المراكز القضائية بحال المركز القضائي ديال 2 مارس باش يعاود يعمق البحث في هذه النازلة هذه، مع الاذن تيعطيهم مباشره، كيعطيونا الاذن ديال التمديد ديال فتره الحراسه النظريه، اللي كتدوم 24 ساعه اخرى. يعني في المجموع كيكون هذاك الشخص اللي تورط مثلا اللي كان معتقل في الاعتقال الاحتياطي دوز 48 ساعه الاولانيه في هذاك المركز الاولاني اللي تشد فيه، ثم المحكمه كتزيد واحد 12 24 ساعه اخرى لذاك المركز الاخر اللي غادي يعاود يفتح البحث باش نفصلوا هذه المساله هذه ديال الروتور. اذا هذا الروتور هذا اللي جانا كما قلت لكم في المحكمه، مشينا باش نستلموه تقريبا مع ديك 6 ديال العشيه، يعني مع 6 العشيه الى جبنا هذاك الروتور. يعني الفتره ديال الحراسه النظريه غادي تسالي غدا مع 8 ديال الصباح او 9 ديال الصباح غادي تكون سالات الفتره الحراسه النظريه. فمشينا باش نجيبوا هذاك الروتور اللي كيتعلق بواحد المحضر ديال اعداد وكر الدعاره الراقيه، مرافقه الاجانب. ومع هذاك المحضر المسطره كاينين 5 ديال الناس. هاد 5 ديال الناس هما 2 واحد ديال البنات و2 ديال الاجانب بلا ما نذكروا اش من دوله، ومعهم الحارس ديال ديك الفيلا، الحارس ديال الفيلا اللي وقع فيها هذا اللي وقع فيها هذا المشكل ديال الدعاره الراقيه. فاش وصلنا للمركز طبعا هذوك الناس دخلناهم سدينا عليهم في الغرفه ديال الامن، وخصنا نبحثوا في هذه القضيه هذه، نزيدوا نعمقوا فيها البحث باش نشوفوا اشنو كاين. التعليمات اللي كانت عندنا من المحكمه تعميق البحث من اجل الوصول الى الحقيقه بخصوص مالكه الفيلا اللي هي صاحبه هذه الفيلا. هذه الفيلا يعني كانت في واحد المنطقه اللي هي جات على البحر، قابله مع البحر.
هاد المالكه ديال الفيلا هي كان عندها التقديم في حاله صلاح، لان ما تبتش عليها التورط ديالها في هاد القضيه هادي. يعني الجدرميه اللي تصنتوا ليها في الاول، ماشي حنا اللي تصنتوا ليها في الاول، هي كتقول بانها ما عندها حتى شي، في التصريح ديالها في المحضر كتقول هي بانها ما عندها حتى شي علاقه بهذه المساله ديال وكر الدعاره. هي الفيلا كتقول بانها ديالها، ولكن هي كتقول بانها كتوصي العساس بانه هو اللي مكلف لها بالكرا، هو اللي كيكري تيكري ديك الفيلا، وكتوصيه بشرط انه ما يكريهاش للناس اللي باقيين ما مجوجينش. يعني هذيك الفيلا خصو يكريها غير الناس اللي مجوجين، من بعد ما كيشوف بطبيعه الحال العساس داك العقد ديال الزواج، او شي عائله اللي كتكون باينه، يعني المراه والرجال وليداتهم وداك الشيء. هذا هو الشرط اللي كتشرط عليه، وكتضيف هي في ذاك المحضر بانها هي ما كتمشيش لهذيك الفيلا ديالها. يعني عندها واحد الفيلا اخرى هي في مدينه الدار البيضاء، وهذيك الفيلا عندها هي فيلا ثانويه كاينه دايرها في هذيك المنطقه الساحليه، وكتكريها بان داك العساس من 15 يوم ل 15 يوم كيجيب ليها، كيجي عندها مثلا الدار ديالها اللي في كازا، وكيعطيها مثلا داك الفلوس ديال الكرا اللي كرا في هذيك المده. هذا الشيء اللي كاين في هذه القضيه. بالنسبه لهذوك البنات كيقولوا في التصريح ديالهم بان العساس، هذا العساس ديال هذه الفيلا اللي هو الحارس وفي نفس الوقت هو سائق، هو اللي قام بالدور ديال الوساطه. يعني باش نكونوا واضحين، الدور ديال القواده، يعني هذا هو لو مو جيريديك، المصطلح القضائي اللي كيدار في المحضر هو هذا بروكسينيتيزم. فهذوك البنات كيقولوا بان هذا العساس هذا هو اللي دار هذا الدور هذا ما بين، باش يلاقي ما بينهم وما بين هذوك الاجانب. دوك الاجانب كذلك تيقولوا نفس الشيء، تيقولوا بان هذا العساس هذا هو اللي عيط عليهم وهو اللي جابهم من واحد المنطقه في الدار البيضاء، من المطار، جابهم من المطار وجابهم لهذيك الفيلا. العساس كذلك تيقر بنفس هذا الشيء هذا، تيقول العساس بانه هو اللي كيتحمل المسؤوليه، وانه هو اللي لقى هاد البنات مع هاد الدراري. وكذلك تيقر بان صاحبه الفيلا راه فعلا قالت ليه، يعني كتشترط عليه بانه ما يكريش الفيلا ديالو الا الناس اللي هما مزوجين، وبانه هو خالف، هو تيعترف، تيقول بانه هو خالف هاد الشروط هادو اللي قالت ليه مولات الفيلا، بحكم انه هاد العمليه اللي كيديرها في واحد الخفاء عليها هي، حيت هي ما كتثقش الخبار، وبانه كيربح يعني واحد المبالغ ماليه اللي هي مهمه جدا في خلال هاد الشيء ديال الطهاره. حنا هاد الشيء ما تصرت ليناش، حنا هاد التصريحات كلها ما تصرطات ليناش بحكم الخبره ديالنا، وبحكم يعني حنا كنعرفوا يعني اشنو كاين. ما تصرت ليناش هاد الشيء. فباش غادي نبداو البحث، اول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نمشيو المقر السكن ديال ديك مولات الفيلا اللي كاين، حيت قلت لكم هي عندها واحد الفيلا في منطقه ساحليه، وعندها فيلا اخرى ديالها اللي مع وليداتها ومع راجلها كتسكن فيها. هذا هو المقر الرئيسي ديالها في الدار البيضاء في واحد الحي اللي هو راقي. مشينا حنايا باش نستدعيوها باش تجي، باش نعمقوا معاها البحث في هاد النازله هذه من جديد. فور الوصول ديالنا المقر السكن ديالها، فاذا بنا كنلاحظوا واحد السيده، يعني واحد السيده كتبان بانها لابسه واحد الجلباب عادي، يعني من الناس من الطبقه المتوسطه من الشعب. هاد السيده هادي كانت كتهضر مع هذيك مولات الفيلا، كانوا كيهضروا حدا باب ديال الفيلا. فاحنا هنا ارتئينا اننا ما نمشيوش لعند مولات الفيلا دابا باش نستدعيوها، لربما يبان شي مستجد. فبقينا مراقبين من بعيد ذاك الحوار اللي كان ما بين هذيك مولات الفيلا وما بين ديك السيده اللي مشات عندها، امتى غادي ينتهي هذاك الحوار بيناتهم، حيت باينه كانوا تيهضروا حدا باب الدار، يعني صافي راه قربوا غادي يتفارقوا. حتى تفارقوا، منين تفارقوا احنا هنايا مشينا تبعنا هذيك السيده اللي كانت كتهضر مع مولات الفيلا على برا، تبعناها من بعيد. غادي نوقفوا عليها حدا المحطه ديال الحافلات. كانت كتسنى واحد الحافله طوبيس، كانت كتسنى الطوبيس
تما باش تمشي لشي بلاصه اخرى. هنا غادي نوقفوا عليها حنايا، سولناها بعد ما بطبيعه الحال يعني خبرناها بالصفه ديالنا وشكون حنايا والقضيه اللي جايين على قبلها. فسولناها كانت في هاد يعني فاش وقفنا عليها كانت حامله واحد الحقيبه، حقيبه يدويه ديال النساء. فهنايا سولناها قلنا لها راه شفناك كنتي كتهضري مع ديك مولات الفيلا اللي كنتي معاها، اش من علاقه كتربطك معاها؟ هنا صرحت لينا بان العلاقه اللي كتربطها بمولات الفيلا انها خادمه عندها، انها كتخدم عندها حتى هي في هذيك الفيلا ديالها اللي في كازا، ماشي اللي في ديك المنطقه الساحليه. سولناها اش من منطقه كتنحدر منها. فهنايا غادي تكون المفاجاه، انها صرحت لنا ان المنطقه اللي كتنحدر منها هي نفس المنطقه اللي كينحدر منها داك العساس اللي مشدود عندنا في المركز على قبل الدعاره، يعني بجوجهم من نفس المنطقه. فهنا كانت عندنا واحد الشكوك، العلاقه اللي كتربط ما بين هاد الخادمه هادي اللي عندها في هاد الفيلا هادي مع هذاك العساس اللي في الفيلا الاخرى. قلنا لها اش كيجيك هذاك العساس اللي كاين في الفيلا الاخرى ديال في ديك المنطقه الساحليه؟ قالت لك هذاك الزوج ديالي. هنايا فاش قالت لنا هذا الزوج ديالي، هنايا غادي نقول لها غادي ترافقينا للمركز باش غادي نبحثوا في هذه القضيه هذه. بالفعل يعني استجابت للطلب ديالنا، ديناها للمركز. منين وصلنا للمركز هنايا حاصرناها بالاسئله، ويعني يعني في الطريقه ديال البحث كتكون واحد الطريقه اللي هي يعني خاصه بينا، كتحاول انك تستدرجها باش تجيك لداك الشيء اللي بغيتي انت. هنايا سولناها واحد السؤال فسميتو، قلنا لها هذيك الحقيبه اللي عندك واش ممكن نشوفوا اشنو كاين في وسط منها؟ حلات لينا الحقيبه، استجبت. فاذا بنا لقينا واحد المبلغ مالي ديال تقريبا واحد مليون ولا مليون وشي حاجه، مليون وشي حاجه. سولناها على هذا المصدر ديال هذا المبلغ هذا، قلنا لها هذا المبلغ المالي هذا منين جاك؟ شنو هو المصدر ديالو؟ قالت لينا انا راه كنت عند ديك مولات الفيلا اللي كنهضر معاها وهي عطاتني هاد المليون ونص، هاد المليون ولا مليون وشي شويه، عطاتو ليا لانني كنت كنتسالو ليها بحكم انني كنت خدامه عندها واحد المده ما خلصتنيش. فبدينا هنايا كنسولوها في التفاصيل، بشحال كتخدمي عندها في الشهر وكيفاش. ما يمكنش راه يعني واحد المليون وزياده، راه حنا كنعرفوا شحال كيعطيوهم، يعني المبلغ راه معروف، راه ما غاديش تفوت لها واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم، هادشي معروف. يعني واحد 6 شهور هادي ولا 7 شهور تقريبا كتعطيها فلوس 7 شهور، ما يمكنش. فاش حصرناها بزاف في الاسئله هنايا وهي غادي تعترف، قلنا لها شوفي قولي لنا الصراحه، راه راجلك قال لنا كل شيء، واخا ان راجلها هذيك الساعه باقي ما قال لنا حتى شي حاجه. يعني راجلها اللي هو مشدود عندنا، اللي هو مورط في ديك القضيه، هذه القضيه ديال الدعاره. قالت لك وانا نقول لكم الصراحه هنايا، قالت لك الصراحه ان هذا المبلغ اللي لقيتوه عندي راه عطاتو ليا مولات ديك الفيلا، وقالت لي باش غادي نتعاون مع الوقت باش نبقى ندي لراجلي، بحكم ان راجلها غيمشي للحبس لانه مورط، غيمشي للحبس، غادي نبقى نمشي ندي ليه القفه وغادي باش نتعاون على الزمان وهذا. وقلنا لها وعلاش في نظرك انت راجل هاد المراه هادي مولات الفيلا عطاتك هاد المليون هادي باش سميتو زعما هكاك لله في سبيل الله باش تعاون، ولا كاينه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك؟ فهنايا بقات هي ساكته، ما عرفاتش صراحه، قال ما جاوباتش. ولكن حنايا يعني بحكم كما قلت لكم يعني التجربه ديالنا، واحد الحقيقه عرفناها اللي غادي ما بغيتش نحرقها دابا، وغادي نوصلوا لها ان شاء الله بالتدريج. هنا خليناها هنايا، مشينا جبنا العساس. العساس جبناه من ديك الغرفه ديال الامن اللي عندنا لانه كان معتقل عندنا، جبناه. ما شافش المراه ديالو بطبيعه الحال، دخلناه لواحد المكتب وقلنا ليه، حاصرناه باسئله، قلنا ليه شوف دابا غير باش ما نبقاوش كندخلوا ونخرجوا بزاف في الهضره، جينا الصراحه، راه مرتك هي عندنا في المركز راه قالت كل شيء، راه عاودت لينا كل شيء، راه لقينا عندها واحد المبلغ وراه لقينا هذا، وراه عاودت لينا كل شيء. فقول لينا الصراحه، شكون اللي كيدير هذا الدور ديال القواده؟ واش انت او مولات الفيلا؟ جينا للصراحه. فهنايا في الاول هو بقى متثبت شي شويه يعني بالتصريح ديالو. فمن بعد ما حصرناه بزاف الاسئله في الاخر هو اعترف لنا بالحقيقه. قال لك اودي الحقيقه اللي كاينه
هي هذه. الصراحه انا راه ما عندي حتى شي علاقه في هذا الشيء هذا. راه مولات الفيلا راه هي اللي عندها، هي اللي كتلاقي هاد الاجانب مع هاد البنات، وراه هذيك الفيلا راه ديالها وراها مطلعه على كل شيء. صحيح انها قال لك ما كتجيش للفيلا ديالها، كتبقى بعيده على الصداع، كتبقى بعيد، يعني كيستغلوا واحد الثغره. هاد الناس هادو كيستغلوا واحد الثغره. صحيح انها ما كتجيش لهاد الفيلا وما كتبانش، ولكن راه كتبقى في الفيلا ديالها، ولكن راه كل شيء عارفاه. راه هي اللي لقات هاد البنات مع هاد الاجانب، وهي اللي عيطات لهاد الاجانب. وانا راه مشيت هزيت هي الطوموبيل، كاينه واحد الطوموبيل تما ديال السخره كيمشي كيتسخر بها العساس مثلا. حيت دابا ملي كيجيو البنات والدراري كيدخلوا لديك الفيلا، صافي كتسدوا الفيلا، ما باقي حتى واحد كيخرج. اي غرض خاصهم الكارو مثلا، خاصهم داكشي ديال الخمر وهذا، كلشي العساس هو اللي كيتكلف به. كيمشي بالطوموبيل يمشي ويجي، يمشي ويجي. وفي الصباح كذلك ملي كيساليو داكشي هو اللي كيهز دوك جوج بنات مثلا كيديهم الكازا، ثم كيرجع عاوتاني ويدي دوك جوج دراري. هذه هي هاكا تيخدموا. قال لك اذا، قال لك كما قلت لكم العساس قال لك راه مولات الفيلا راه هي اللي مسؤوله على هذا الشيء. وانا راه بدا يعني بحكم يعني الفقر، هي استغلات هذا الفقر ديالي. وسولناه على المبالغ زعما اللي كيكسبها من خلال هذا الشيء اللي كي يدير. قال لنا بان المبلغ اللي كيكسبوه هي انها كتعطيه هي تقريبا مولات الفيلا، استسمح، كتعطيه تقريبا 300 درهم لكل ليله. 300 درهم لكل ليله، اي ليله تقضات هو عنده مبلغ ديال 300 درهم هذا ديالو. بالاضافه الى ذلك ان مثلا كاينين جوج بنات وكاينين جوج الاجانب، كل واحد من هاد الاشخاص الاربعه كيعطيه 100 درهم 100 درهم 100 درهم. هي تقريبا شحال؟ هي 400 درهم و300 درهم، كطلع ليه تقريبا الليله هو ب 700 درهم. عادي، لا بطبيعه الحال الا شي واحد دور معاه اكثر، كاين اللي كيعطي اكثر من 100 درهم. البنات شي شويه كيكونوا قلبهم رهيف، تيبقاو فيهم دوك العساسه ولا شي حاجه، تقدر تعطي 400 درهم ولا 500 درهم ولا الا شفر شي حاجه ولا الله اعلم. يعني هادشي اون جينيرال، وهذا الشيء ماشي غير يعني حتى ما تخادش واحد النظره خايبه على هاد العساسه. راه كاينين الناس عساسه اللي فعلا كيجيبوها مساكن بعرض كتافهم وما كيدخلوش لهاد المسائل هادي، وهما بعاد على هاد الشبهات. ولكن كاينين الناس مساكن اللي كيكون مثلا النفس ديالهم ضعيفه بحال هاد النوع هذا، كيسقطوا في هاد الفخ هذا. اذا هذه هي الحقيقه اللي ولات عندنا جديده، هي ان مولات الفيلا هي اللي مكلفه، هي المسؤوله عن هذا الشيء هذا. اذا سالينا من التصريح ديال العساس، جبنا هذوك جوج بنات، دوك جوج بنات اللي كانوا مشدودين عندنا. نفس الشيء قلنا لهم، سولناهم شكون اللي لاقاكم مع هاد الاجانب؟ قال لك اودي اللي لاقانا حنا مع هاد الاجانب في الاول، هذا هو التصريح ديالهم، راه العساس هو اللي لاقانا. العساس هو اللي عيط علينا في التليفون، وهو اللي جاب هذوك الاجانب. اي ولكن شكون اللي لاقا؟ هما بقاو متشبتين بالاقوال بان العساس. ثم هنايا غادي نواجهوهم بدوك التصريحات ديال العساس ومرت العساس كذلك، الحقيقه اللي وصلنا لها. فانا ما كان من هذوك البنات الا انهم حتى هما اعترفوا بالحقيقه بان العساس راه فعلا لا علاقه له بهذا الشيء هذا، وبان مولات الفيلا راه هي اللي المسؤوله عن يعني عن ذاك الدور ديال الوساطه كما قلت لكم، القواده ما بين هذوك البنات وما بين هذوك الاجانب. اذا هنايا المعطيات عندنا كلها كامله، الحقيقه واضحه. غادي نخبروا النيابه بطبيعه الحال، النيابه العامه بهذه المستجدات هذه، وغادي يطلبوا يامرونا، يعني الاوامر ديال النيابه العامه اننا نجيبوا هذيك مولات الفيلا باش نستمعوا لها في التصريح، لانها هي كانت في حاله صراح. فمشينا عند ديك مولات الفيلا بطبيعه الحال، مشينا استدعيناها، قلنا لها غادي تجي عندنا للمركز، راه بغيناك. بالفعل رجعنا حنا بحال المركز، جات هي المركز ديالنا باش غادي نستمعوا ليها في هاد القضيه هذه. في الاول حنا ما واجهناهاش بدوك المعطيات اللي عندنا بطبيعه الحال في الاول، وكنهضروا على واحد مولات الفيلا يعني من دوك الناس اللي هما معروفين شي شويه، يعني الناس. انا الحاجه الوحيده اللي كنتعجب لها انهم كيسميو ريوسهم الحاجات. كتلقى سميتها مثلا الحاجه فلانه ولا الحاجه فلانه، انا ما عرفتش شنو هي، علاش كيدخلوا هذه الحاجه كلهم تقريبا. كتلقى هذوك الناس كاملين اللي كيديروا هذا الشيء، الحاجه فلانه الحاجه فلانه الحاجه، اش بينك وبين هذا؟ عموما الله يهديهم.
عموما هاد السيده هادي تقريبا كتبلغ في العمر تقريبا نقول لكم واحد، يعني فايته الستينات، دخلت في الستينات من العمر ديالها. جا معاها الزوج ديالها بحكم انه هو كذلك مالك، يعني مالك الفيلا. جا معاها الزوج ديالها تقريبا في العمر ديالو تقريبا وصل ل 70، تقريبا 70 عام او اكثر. كانت عنده واحد الوظيفه اللي هي حساسه في الدوله، بلا ما نذكر هذه الوظيفه ديالو. يعني ناس اللي مسك عليهم الله وعندهم الفلوس، ولكن الطمع سبحان الله العظيم. يعني الناس ما كتشبعش. راه الفيلا كنهضروا عليها اللي في منطقه ساحليه راه كتسوى تقريبا واحد 500 مليون ولا 600 مليون، زائد الفيلا اللي عندها مثلا في كازا هي كتسوي واحد 800 ولا مليار ولا شحال هي. عاد شوف واش عندها شي حوايج مثلا في بلاصه اخرى الله اعلم. يعني هاد الناس يعني ما مخصوصينش، ما عرفتش انا ما مخصوصينش، ولكن علاش كيمشيو لهذا الشيء هذا. فهذيك مولات الفيلا منين جات هنايا غادي نسولوها، ما قلنا بطبيعه الحال اشنو كاين. سولناها على هاد الواقعه هذه، بقات هي متثبته بالتصريحات ديالها في الاول بانها هي راه حاجه وحجت ثلاثه المرات وبيت الله، يعني بداتنا لذاك الجانب العاطفي بان هذا، وهي بعيده على هذه المشاكل، وهذا العساس هو اللي دار لها هذا المشكل هذا، وهي راه ديما كتنصحو وكتقول ليه شوف عندك هذه الهضره ديالها هي. حنا كنتصنتوا لها دابا ما كنقاطعوهاش، وهي ديما كتقول ليه شوف ما تكريش العزاله، كريه المجوجين، كريه لهذا. تسالت قلنا لها شريفه، هي ماشي شريفه يعني قلنا غير من باب سميتو من باب المداعبه. قلنا لها الحاجه فلانه، كما كتسمي راسك كما كتسمي هي راسها، راه هاد الناس هادو اللي كتهضري تتقولي عليهم هاد الشيء راه قالوا لينا حوايج اخرى. راه قالوا لينا بانك انت اللي لاقيتيهم، وها اللي كديري وها اللي كديري وها اللي كديري وها اللي كديري. فهنايا هي هنا تفاجات، لانها ما كانتش كتنوي بتاتا بانها راه العساس غادي يعترف بهذا الشيء هذا. بل اكثر من ذلك، هي ما عرفاتش باننا راه شدينا ديك الخادمه ديالها اللي كانت كتهضر معاها في الباب ديال الفيلا وعطاتها ذاك المبلغ ديال المليون، راه شديناها راه عندنا في لابريكاد. هي ما كانتش عارفه هذا الشيء. حنايا واجهناها بهذه المساله هذه، قلنا لها هذيك السيده اللي كنتي كتهضري معاها في الباب ديال الفيلا ديالك شحال عطيتيها؟ عطيتها واحد المبلغ ياك؟ قالت لك هنايا تفاجات، هنا بان على واحد الارتباك، يعني عرفات باننا راه شدينا. قالت لنا اي عطيتها واحد المبلغ. قلنا لها هذاك المبلغ اللي عطيتيها ديالاش؟ قالت لك هذاك المبلغ عطيته لها. المهم بدات كتدخل وتخرج في الهضره، وقالت لك لا راه كتسالهم ليا وكتبقى فيا، وانا عطيتها هذاك الفلوس هي باش تساعد مع الوقت وهذا، وراجلها الا مشى مسكين للحبس ولا شي حاجه تمشي تتعاون مع الزمان، حيت هذا المبلغ كثير. حنا كنعرفوا هذوك الناس معروفين بانهم بخلاء، معروفين بالبخل ديالهم. ما يمكنش غادي تجبد واحد مليون ونص ولا مليون وتعطيه لهذيك الخادمه هي باش تتعاون، يعني هذه راه رشوه، العربيه تعرف هذه رشوه. فهنايا تحصرات هذه السيده هذه، قلنا لها راه شدينا هذيك الخادمه وهي راه كتقول بان هذا المليون اللي عطيتيها انت راه ماشي ديال شي حاجه كتسالى، عطيتيه يعني عطيتيها انت هذا المليون وشويه باش تسكت هذاك العساس ما يقولش الحقيقه. فهنايا هي بدات كدير في الصاك ديالها هكا، جابت معاها واحد الصاك بدات كدير في الصاك ديالها هنايا، وهي بدات كتحل في الصاك ديالها. فحنايا فهمنا، حنا ضباط شرطه قضائيه ما فهمنا بانها راه بغات تقدم لينا واحد الرشوه، فخلينا بوحدها حتى سالات جبدت حلات الصاك باش غادي يعني يزغبها الله وغادي تعملها العينين انها جبدات واحد المبلغ مالي مهم جدا باش تحاول تعطيه لينا كرشوه، باش يعني تملص هي من المسؤوليه ديالها وتمشي المسؤوليه كامله على الاساس. هذاك المبلغ المالي سولناها قلنا لها علاش عطيتيه لينا؟ قالت لك راه عطيته لكم هي القهوه ديالكم باش تقهواو، وهذا وانتم الجدارميه راه بحال وليداتي. قلنا لها شريفه هذا المبلغ هذا اللي عطيتيه لينا هذا راه رشوه، واش متفقه معنا؟ وقالت لك حسبوها كما بغيتي تحسبوا. حسبنا المهم بان هذاك المبلغ رشوه. اتصلنا بالنيابه العامه وخبرناها بهذا المستجد كذلك بان هذيك السيده راه قدمت لنا واحد المبلغ ديال الرشوه، واش كتقول واش كتقول. فهنايا النيابه العامه غادي تقرر باش يتم الاعتقال ديال مالكه الفيلا كذلك. في الاول ما كانتش معتقله، كانت فقط في حاله سراح، يعني كانت تجي مثلا كتقول هي التصريح ديالها في المحكمه تبغى تقول وكتمشي في حالها ترجع لدارها. دابا غادي تصدق تعتقل عندنا في هذا في المركز القضائي. اذا القضيه تقريبا هنايا غادي تسالي. فشنو كان في هذه القضيه هذه؟
كان واحد العساس اللي في الاول كان بغى يهز واحد المسؤوليه باش تملص مولات الفيلا من الدور ديال القواده في هذا الشيء ديال اعداد وكر الدعاره. وفي الاخر بانت واحد الحقيقه ان مولات الفيلا هي المسؤوله على هذا الشيء هذا، وهي اللي كتقوم بهذا الدور هذا، وكتستغل هذيك الظروف العائليه ديال هذاك العساس اللي حتى هو كيرضى بهذا الواقع هذا، وكيمشي كيدوز واحد مثلا ما عرفتش ديال يعني كيشد واحد 3 شهور ولا 4 شهور ديال الحبس ولا ما عرفتش شحال ولا ما عرفتش شحال حسب المحكمه. ثم انه من بعد صافي كيعاود يرجع بحال الا شي حاجه ما كاينه. قدمنا كل شيء للمحكمه بطبيعه الحال، دوك البنات مع دوك الاجانب مع هذاك العساس مع هذيك مولات الفيلا. هذيك مولات الفيلا على حسب يعني الاخبار اللي جاتنا من بعد انها خذات واحد العقوبه سجنيه، لان المحكمه كما قلت لكم الابتدائيه ديال اكادير ديال الدار البيضاء سمح ما كانش كتفك في هذه المسائل هذه، ما كانتش كتفك في هذه المسائل، وكانت واحد العقوبه اللي هي مستحقه، كنعتقد كنحكموا عليها بشي سنه ديال السجن نافذه. فحتى لهنايا غادي تنتهي هذه القضيه ديال اليوم اللي اخترت لكم. وكما شفتوا الدروس اللي استخلصناها من هذه القضيه هذه هي دروس مهمه جدا، هو استغلال ديال هذه الطبقه ديال الناس الفقراء في هذه المسائل هذه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.